السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل التومية اصلية تحفة جدا، سهلة وبسيطة. ومقاديرها عبارة عن بيضاية واحدة، بيضة كاملة هنحطها، وهنحط عليها رشة من الملح، يعني ربع معلقة صغيرة اوي من الملح، وفصين توم مهروسين جدا جدا، وحوالي ربع كوباية من الخل او 3 معالق خل كبار. هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط، هنعمله في الخلاط من غير هاند بلندر، من غير مضرب بيض، من غير اي حاجه. دقيقه واحده يبقى معاكي احلى توميه ان شاء الله. حطيت 3 معالق الخل في نفس الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الثوم والملح، وهنخلطهم في الخلاط كويس جدا جدا، حوالي اقل من نص دقيقه. وبعدين هننزل بقى بكوبايه من الزيت، اهم حاجه الزيت يكون نضيف جدا، لا ليه طعم ولا ليه ريحه. هتاخدي نتيجه ممتازه لو عملتي كده. اي نوع تاني، مش لازم من نوع ناس، اي نوع تاني يكون نضيف. هننزل بقى عبارة عن خيط رفيع جدا من الزيت. انا حاولت اوريكم من فوق، بص خيط رفيع جدا. الكوباية انا قلت كوباية، لكن انا بعمل كده عشان انا عارفة المعيار، يعني عارفة امتى هوقف. لكن عشان خاطر لو حد عايز بالمقادير بالظبط تبقى كوباية من الزيت. هننزل بسرسوب بسيط جدا من الزيت عشان يربط معانا. لو نزلناه مرة واحدة هيبقى خليط سايب، مش هيبقى حلو جدا. هننزل واحدة واحدة كده لحد لما هنلاقي كل ده تجانس مع بعضه واداني قوام كريمي جدا. نفس المقادير دي بالظبط ممكن نعمل بيها المايونيز. ازاي؟ هي نفس الخطوات، بس هنشيل فصين الثوم بس، هيبقى احلى مايونيز عندك. نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما ننساش نستغفر كتير واحنا شغالين. هنقعد نضرب في نضرب نضرب لحد لما القوام يتماسك. حسينا ان هو خفيف شويه هننزل تاني بالزيت لحد لما ناخد القوام اللي يناسبك. هنشوف مع بعض اول ما هنخلص. ده بينفع جدا، التوميه بتنفع جدا في سندوتشات الكريب بتاعت البطاطس. هنحط توميه وبطاطس المتحمره وعليها كاتشب والجبن، ميكس الجبن اللي بنحطه هيبقى احلى سندوتش بطاطس، احلى من بره بكتير. برضو بنستعمله في التوميه بنستعملها في ايه؟ في الشاورما. بصوا القوام تحفه جدا. بص اللهم بارك. هو لسه كمان ما بريت الخلاط، طبعا بيبقى من الضرب بيبقى دافي شويه من جوه. لما مجرد ما نحطه في اي بوله بنلاقيه برضو تماسك عن كده شويه. بصوا ما شاء الله شكلها حاجه كده تحفه. ما تنسوش ان شاء الله تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.